السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب سنة 5 ابتدائي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنشرح أول درس عندنا في المنهج اللي هو الجزء من ألف. بس كان في فيديو قبل كده نزل للأساسيات اللي محتاجين نعرفها قبل ما نبدأ في سنة 5 ابتدائي. لو مفرجتوش عليه ارجعوا اتفرجوا عليه الأول عشان هيسهل علينا كتير جدا. طيب، قبل ما نبدأ كده في الجزء من ألف عايزين نفتكر كده احنا كنا بنقرأ الأعداد دي مع بعض ازاي. يعني مثلا المرة اللي فاتت أخدنا عدد زي اللي قدامي ده أعرف أقرأه ازاي. عرفنا إن دي اسمها البوينت، والرقم اللي على اليمين ده اسمه الأجزاء العشرية. فأنا عندي هنا خمسة بس، والعلامة بعدها رقم 1، يبقى دي اسمها 5 جزء من 10. وممكن ما أقولش كلمة جزء وأقول 5 من 10 على طول، ده صح وده صح. طيب، خدنا كمان مثال زي ده لما يجي يديهولي. طبعا احنا بنقرأ من الشمال لليمين يا حلوين، بس انا هنا عندي في الشمال مفيش عدد صحيح، فبالتالي هقرأ ال24 بس. هقول له 24، بس انا عندي هنا العلامة بعد رقمين، يبقى هقول 24 جزء من 100. يا ميس، يعني انت عايزه تقولي لي ان البوينت دي لو بعدها رقم 1 يبقى اسمها جزء من 10، ولو بعدها رقمين يبقى اسمها جزء من 100. يبقى يا حلوين لو بعدها 3 ارقام، ايوه انا عارفه ان في ناس هتقولي جزء من 1000. برافو، كأننا ماشيين بالاصفار. ال10 فيها 0 1 يبقى جزء من 10، ال100 فيها 0 يبقى جزء من 100، ال1000 فيها 3 اصفار يبقى جزء من 1000. يبقى انا اول ما الاقي البوينت بعدها 3 ارقام، ادي 1 ادي 2 ادي 3، يبقى انا عرفت كده ان انا هقول جزء من 1000. يبقى هنا هقول 347 جزء من 1000، أو أقول من 1000 على طول من غير كلمة جزء. طيب، لو قابلتني مسألة زي كده يا ميس، مش مشكلة يا حبيبي، احنا قلنا بنقرأ من الشمال لليمين يا حلوين. يعني أول حاجة هقرأها اللي موجودة يمين الشمال بتاع البوينت. يعني هنا كام؟ 1 بس، فهقول 1. خلصت وخلاص اللي على الشمال ده، هقوم عامله فاصله عشان اعرفه ان انا كده خلصت اللي على الشمال بتاع البوينت. انا هكمل بقى الناحيه التانية. في هنا كام؟ 284. هقول له 284، بس دي جزء من ايه؟ دول 3 ارقام، يبقى من 1000. نفس الكلام في السؤال اللي بعده. هنقرأ من الشمال فيه ايه؟ فيه 2 بس، فهقول 2 واعمل له فاصله عشان اعرفه ان انا خلصت العدد الصحيح. طب دي كام يا ميس؟ لو انا جيت قرأت ال3 ارقام دول كده مع بعض، مفيش هنا مئات والاحاد والعشرات، يبقى دول 96. هقول 96. في حد هيجي يقول لي 96 جزء من 100 يا ميس؟ لا، انا عندي هنا 3 ارقام، حتى لو ده صفر فانا حاجزه مكان الجزء من 10 بصفر. يعني ال10 فيها 1 وقدامها صفر، ينفع اقول ده 1 بس؟ لا طبعا، علشان مكان الآحاد فيها صفر، فبننطقه كله على بعضه كام؟ 10 من رقمين. نفس الكلام هنا، هي دي 96 بس بعد البوينت في كام رقم؟ 3 ارقام، فلازم اقول 96 جزء من 1000. دي كانت أول حاجة عندنا النهاردة، إن إحنا عرفنا إن تالت رقم بعد البوينت ده اسمه الجزء من 1000. طيب، تعالوا نبص ونشوف حاجة تانية. وكذلك المثال ده لو أنا جيت أقرأه، هنقرأ من الشمال طبعا الأول، اللي على الشمال البوينت اللي هو عندي مين هنا؟ 38. فهنا هقول 38. خلصت العدد الصحيح اللي على الشمال، اعمل له فاصله كده عشان اعرفه ان انا هخش على الباقي. طب ده كام؟ طبعا ده 7 بس، عشان دي كده كاني مش شايفه دول في الاجزاء دي، في الاحاد اول واحد في الاجزاء يعني. فهنا هقول 7. طبعا احنا عارفين لما بنيجي نقرا اي عدد مكون من 3 ارقام بنقول ايه؟ المئات، وبعد كده الاحاد، وبعد كده العشرات. فطبعا هنا دي كانها في الاحاد بتاعه الرقم، فبقولها 7 من ايه بقى؟ اللي هيقولي من 10 لا. طب من 100 لا. من ايه؟ من 1000. ليه بقى 7 من 1000؟ لان انا جيت بصيت هنا، دي 7 وبعد العلامة 3 ارقام، يبقى انا لازم اقول له 7 من 1000. يبقى انا لما باجي اقراها بقرا منين؟ من الشمال.
هنقول 38 دي اللي في العدد الصحيح. بعد البوينت بعمل فاصلة وأقول له دي كام؟ 7. 7 من كام؟ بعد البوينت في 3 أرقام، يبقى دي 7 من 1000. طيب عايزين نشوف القيمة المكانية وقيمة الرقم. يعني أنا لو عندي رقم كبير كده زي دوت 76.423 من 1000. تعالوا كده نكبر الرقم أكتر علشان أوريهولكم بصورة أوضح. يعني بصوا كده هنا بعد ما كبرنا الرقم هنلاقي في عندنا، ودي حاجة مهمة قوي، في أرقام على الشمال بتاع البوينت وفي أرقام على يمين البوينت. اللي على الشمال دي بنقول عليها العدد الصحيح، واللي على اليمين دي بنسميها الأجزاء العشرية. عندنا حاجة اسمها قيمة مكانية وقيمة الرقم. قيمة مكانية يعني اسم الخانة باللغة العربية. قيمة مكانية اسم الخانة باللغة العربية. يعني ايه يا ميس؟ يعني انا همسك البوينت كده وابتدي اتحرك من عندها. لو انا رحت ناحية اليمين ناحية الشمال، اول واحد ده يعني في العدد الصحيح اول خانة اللي احنا عارفينها من زمان قوي اللي هي احاد، واللي بعدها برضو خانة العشرات، ولو كان في رقم بعدها كنت اقول مئات والوف وهكذا. يبقى اللي على الشمال ده مفهوش اي حاجة جديدة خالص. طب واللي على اليمين اهم حاجة وانا بتحرك اتحرك من البوينت، محدش يتحرك من التلاتة هنا، لا من اول الاربعة. ده اول حاجة في الاجزاء، فدي اسمها جزء من 10. طب والتانية اللي بعدها دي اسمها جزء من 100. كل ده احنا خدناه السنة اللي فاتت، والجديد اللي عندنا النهاردة ان الخانة التالتة دي اسمها جزء من 1000. يبقى احنا القيمة المكانية اللي هي اسم الخانة باللغة العربية، انا بقول اسم الخانة اللي واقف فيها الرقم ايه. طب امال قيمة الرقم؟ قيمة الرقم يعني عايزه بالارقام. يعني لما اقولك معاك 3 عشرات يعني معاك كام جنيه؟ يعني 30 جنيه. نفس الكلام لما اجي اقول الستة واقفة في خانة الأحاد يعني ب6. طب السبعة في العشرات تبقى ب70. طب الأربعة في خانة الجزء من 10، بص بقول ايه؟ 4 جزء من 10، يعني كأن واحد خد 4 أجزاء من 10. فممكن اكتبها كده 4/10 يعني خد 4 من 10، أو اكتبها 4 واحط بوينت واحط صفر، يعني 4 وعلامة بعد بوينت، البوينت بعد رقم واحد يبقى جزء من 10. نفس الكلام في الجزء من 100، 2 جزء من 100، واحد جاب جزئين بس من 100، يبقى ممكن اكتبها 2 على 100، او اقول له 2 جزء من 100 يعني العلامة بعد رقمين، فمفيش رقم تاني بحط صفر وبعد كده احط البوينت. طب التلاتة في خانة الجزء من 1000، حد خد 3 من 1000 يبقى بالأرقام خد 3 أجزاء من 1000، وممكن اكتبها كده او اكتبها برضو 3 ومن 1000 يعني لازم بعد العلامة 3 أرقام، فأنا ما عنديش غير رقم واحد اللي هو ال3، بحط ايه؟ صفرين كده اهو. ادي كده 3 جزء من 1000. يبقى احنا دلوقتي اتعرفنا على القيمة المكانية وقيمة الرقم. تعالوا نحله كام سؤال على الجزئية دي. يعني أول سؤال عندي هنا بيقول لي القيمة المكانية للرقم 8 في العدد 9,528 من 1000. طبعا أنا أول حاجة ببص عليها الرقم اللي عندي ده يمين ولا شمال العلامة العشرية. يعني أنا دايما لما باجي أبص بتحرك منين؟ من العلامة، عشان محدش يتلخبط ويقول لي أحاد عشرات مئات، لأ، أنا بتحرك منين؟ من العلامة العشرية. التمانية ناحية الأجزاء، يبقى أمشي كده، الخمسة دي جزء من 10، الاتنين دي جزء من 100، التمانية دي جزء من 1000، يبقى التمانية في خانة الجزء من 1000. يبقى القيمة المكانية اللي هي اسم الخانة باللغة العربية هتبقى جزء من 1000. طيب اللي بعدها بيقول لي قيمة الرقم 7 في العدد 31,372 من 1000. طبعا احنا قلنا لازم نتحرك من العلامة عشان ما نتلخبطش. السبعة دي فين؟ في الأجزاء. همشي كده بعد العلامة، يبقى التلاتة دي جزء من 10، يبقى السبعة دي جزء من 100، يبقى السبعة في خانة الجزء من 100. 7 في خانة الجزء من 100 يعني ممكن اكتبها كده 7 على 100، أو أقول له 7 وأحط صفر وبوينت وصفر، 7 جزء من 100. طيب اللي بعدها بيقول لي قيمة الرقم 3 في العدد 8,493 جزء من 1000. احنا اتفقنا بقى خلاص هنتحرك من العلامة العشرية اللي هي البوينت. الأربعة ده جزء من 10، التسعة جزء من 100، التلاتة جزء من 1000.
التلاتة في خانة الجزء من 1000، بس أنا مش هكتب له جزء من 1000 عشان هو بيقول لي قيمة الرقم، يعني عايزها بالأرقام. يبقى أنا هقول له كده 3 على 1000 أو 3 وأحط صفرين عشان أنا عايزة البوينت يبقى بعد 3 أرقام عشان دي 1000، وبعد كده البوينت وأحط صفر عشان مفيش عدد صحيح. طيب السؤال اللي بعده بيقولي الرقم الذي يمثل الجزء من 1000 في العدد. كلمة الرقم الذي يمثل الجزء في من 1000 يعني كأنه بيقول لي مين الرقم الموجود في خانة الجزء من 1000، عايز يعرف مين اللي واقف في خانة الجزء من 1000. فأنا همشي مع البوينت كده وامشي، اتفقنا احنا بنمشي من البوينت، يبقى ال8 دي الجزء من 10، ال9 جزء من 100، الواحد جزء من 1000. يبقى مين الرقم اللي واقف في خانة الجزء من 1000؟ الواحد. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كانت قيمة الرقم 5 هي، ومديني الرقم اللي قدامي ده، فإن قيمته المكانية. طب أنا هشوف ال5 دي واقفة في خانة إيه؟ أدي البوينت، صفر يبقى ده جزء من 10، صفر جزء من 100، 5 يبقى دي في خانة الجزء من 1000، يبقى قيمته المكانية جزء من 1000. طيب آخر جزئية معانا النهاردة إن إحنا عندنا كسور وعايزني أكتبها في صورة عشرية. احنا اتفقنا من المرة اللي فاتت ان كلمة صورة عشرية يعني انا بحط البوينت او بحط العلامة العشرية. البوينت دي كده. طب البوينت دي امتى بتيجي؟ لما يكون المقام تحت عندي 10 او 100 او 1000 او اي واحد وقدامه صفار. طيب امتى احط العلامة؟ اول ما ابص كده لقيت المقام تحت 10 خلاص، يبقى انا البسط هينط، ال8 تنزل وال10 تمشي، وهتجيب لي العلامة بعد كام رقم؟ طالما هي 10 يعني فيها صفر واحد، يبقى تجيب لي العلامة بعد رقم واحد وانا ماشية شمال، يبقى دي رقم اهو، يبقى هحط البوينت وما عنديش هنا عدد صحيح فهنزل صفر. طب اللي بعدها 17 على 100، في تحت 100 اهو، يبقى العلامة العشرية تنفع تيجي، يبقى هنزل ال17 وال100 تمشي وتجيب لي العلامة بعد رقمين، 1 2، يبقى دي البوينت اهي، وبرده مفيش عدد صحيح حطينا صفر. طب اللي بعدها 718 على 1000، يبقى هنزل ال718 وال1000 تمشي وتجيب لي العلامة بعد 3 أرقام، أدي 1 أدي 2 أدي 3، يبقى هحط البوينت هنا ومفيش عدد صحيح فهحط إيه؟ صفر. طيب نيجي على المسألة اللي بعدها، يا ميس أنا عندي هنا عدد صحيح وعندي أجزاء، طب ابتدي بمين؟ ابدأ بالأجزاء الأول عشان ما تتلخبطش. يعني دي 7 على 100، يبقى أنا هنزل ال7 وال100 تمشي وتجيب لي العلامة بعد رقمين. ما لقيتش عندي غير رقم واحد، اعمل ايه؟ مين اللي دايما يساعدني اول ما احتاج؟ الصفر، فهحط صفر اهو، يبقى كده بقى عندي رقم ادي 2، خلاص كده هعرف احط البوينت اهي. طب ما انا عندي عدد صحيح كام؟ 3، يبقى هحط هنا 3 بدل الصفر. طب السؤال اللي بعده 25 على 1000، نفس الكلام، هنزل ال25 وال1000 تمشي وتجيب العلامة بعد 3 أرقام، أدي 1 أدي 2، مفيش تالت، يبقى هزود صفر وادي البوينت. طب في عدد صحيح؟ لأ، يبقى هحط صفر. آخر سؤال 1 و9 على 1000، احنا هنبدأ من الأجزاء، 9 على 1000 يبقى هنزل ال9 وال1000 تمشي وتجيب العلامة بعد 3 أرقام. أنا ملقتش عندي غير رقم واحد، طب هعمل ايه؟ أزود له صفرين عشان يبقوا كده 3 أرقام، يبقى دي 1 أدي 2 أدي 3، يبقى هحط ايه؟ بوينت. طب في عدد صحيح اللي هو مين؟ الواحد، هحط الواحد اهو. بس كده. يبقى النهارده كل اللي احنا اخدناه يعتبر ما فيهوش اي حاجه جديده عن الحصه اللي فاتت اللي احنا قلنا فيها الاساسيات اللي محتاجين نعرفها. كل الزياده عندنا بس ان احنا خدنا الجزء من 1000 وعرفنا خانه الجزء من 1000 وعرفنا القيمه المكانيه وقيمه الرقم وازاي نكتب الكسور اللي فيها جزء من 1000. يا رب تكونوا استفدتوا، ولو استفدتوا اعملوا اشتراك في القناه وابعتوها لاصحابكم، ولو في اي حاجه تقدروا تقولها لي في التعليقات. السلام عليكم.